طريقة التعامل مع السكري وكبار السن. خلينا نبدأ الحلقة بالمعلومة زي ما عودنا حضراتكم. المعلومة بتقول، هفكر حضراتكم ان احنا كنا قلنا اخر احصائية في 2020 عندنا حوالي 500 مليون شخص بيعانوا من السكري. طب يا ترى كام من ال 500 دول فوق ال60؟ 150 مليون فوق ال60، يعني النسبة مش قليلة. وبالتالي حتى الدراسات في أوروبا وأمريكا بدأت تحط نوع من أنواع الخطوط أو القواعد المتفصلة على كبار السن. يعني كبار السن لهم طريقة معينة في التعامل، لهم طريقة معينة في وضع البروتوكول واختيار العلاج. في حاجات كتيرة جدا ونصايح مهمة جدا هنبتدي نقولها مع حضراتكم واحدة واحدة. أول حاجة طبعا أهم معلومة نبتديها إن أهدافنا في التحكم في السكري في كبار السن مختلفة شوية عن غيرهم. يعني ما بنبقاش عندنا نقدر نقول إن إحنا نبقى عندنا نوع من أنواع التحكم الدقيق في السكر، بالعكس، لأن إحنا لو عملنا كده هنعرضهم لمشكلتين مهمين جدا: انخفاض حاد أو ارتفاع شديد. لازم يبقى في حاجة اسمها تحكم معتدل في السكري. هضرب مثال بسيط: الهيموجلوبين السكري. احنا دايما بنقول يا ريت دايما نحافظ على الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي اقل من 7 او من 6 ل7. طب هل تعلموا يا حضرات ان في كبار السن الهدف مختلف؟ الجمعية الأوروبية للسكر والجمعية الأمريكية للسكر قالت يا ريت يكون ما بين 7 ل7.5. بعض الناس التانيين كبار السن فوق ال70 قبلت ان ممكن يكون السكر التراكمي من 7.5 ل8، لان الاعراض في المرحلة العمرية دي مختلفة. المريض ممكن ما يكونش قادر يعبر عن نفسه. ايوه، الشخص السيدة او السيد لما بيكبر في السن بيرجع تاني زي الاطفال، مفيش قدرة حقيقية ولا قدرة كاملة عن التعبير عن العرض. يعني ممكن يكون هو تعبان، ممكن يكون في نوع من انواع العرض المزعج، مش قادر يعبر عن نفسه، ويكون السبب ورا ده اختلال في مستوى السكر بالارتفاع الشديد أو بالهبوط الحاد. ودايما احنا طبعا بنأكد على الخوف من الهبوط الحاد، لأنه لا قدر الله لو سيد أو سيدة قاعدين لوحدهم في البيت ودخل في هبوط حاد هو مش هيلحق نفسه ومش هيتعامل، وممكن يكون في مشاكل كبيرة تحصل بعد كده. عشان كده احنا بنأكد على أول معلومة النهاردة: في أهداف مختلفة وفي نصايح مهمة للتعامل مع السكري وكبار السن. أهمها إن أهدافنا في قراءات السكر قد تكون أعلى من المعدلات المثالية بنسبة ما. يعني احنا هنا مش عايزين مثلا السكر الصايم من 70 ل 100، بالعكس بنقول مقبول جدا يكون السكر الصايم ما بين ال 120 وال 130. السكر اللي بعد الاكل بساعتين مش عايزينه 130 140، مقبول جدا يكون ما بين ال 150 لل 200. ليه؟ عشان معلومة مهمة جدا بقولها تاني: الهبوط اخطر بكتير من الارتفاع، وعشان استقبالهم للقراءات مختلف عن المراحل العمرية الاخرى. هختلف طبعا مع حضراتكم في القراءات وفي الأهداف عن الناس اللي هم بيتابعوا سكر في مراحل عمرية صغيرة. طبعا بيبقى لها قراءات والأهداف مختلفة. ليه؟ عشان طبعا ما نبقاش عرضة للمضاعفات مع كبار السن. إن احنا طلعنا معلومة مهمة جدا: إن أهدافنا في السيطرة على السكري وقراءات السكري مختلفة في كبار السن. واتفقت مع حضراتكم إن كبار السن هي طبعا تبعا لآخر دراسة في مايو كلينيك كانوا هم الناس اللي هي فوق ال60. وطبعا برضو طبقا لآخر دراسة في مايو كلينيك قالت برضو معلومة مهمة جدا من خلال الدراسة اللي كان عملت إحصائية للأرقام والمشاكل والمضاعفات. قالت إن أكثر فئة عرضة للمشاكل المفاجئة أو الخطيرة هم كبار السن اللي هم فوق ال60، ومفيش نقدر نقول تحكم في السكر بصورة مناسبة ليهم. هنا الكلمة دي مهمة جدا. يعني زي ما قلنا في أول حلقة وبنقول في كل حلقة، كل مرحلة عمرية، كل شخص سواء سيد أو سيدة، سواء طفل سواء شاب، بيبقى له البروتوكول الخاص بتاعه حسب طبيعة عمله، حسب طبيعة حياته، وحسب سنه كمان. دي حاجة مهمة جدا. طبعا هم عندهم حاجات كتير ممكن بتخليهم عرضة لمشاكل مع السكري، أشهرها طبعا مشاكل هشاشة العظام. فده طبعا بتخليه لو هو حصل اضطراب في مستوى السكر، هبط أو حصل ارتفاع شديد، ممكن لا قدر الله يحصل نوع من أنواع الكعبلة ويحصل كسر. وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا
جدا جدا في كبار السن والسكري، ارتئام الجروح، عمليات الجراحية، عمليات كبرى. طبعا كل دي مشاكل بتحصل مع الاضطراب المفاجئ في مستوى السكر في الدم. برضو عدم التركيز وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، فده برضو ده ممكن يدخلنا في نفس مشاكل ان انا ممكن اخبط في حاجة وانا ماشي او مركزتي وانا بتناول حاجة معينة. كل اختلال في مستوى السكر بصورة كبيرة او نقدر نقول بصورة حادة ممكن ينعكس بصورة للأسف مش لطيفة ويدخل الشخص في مضاعفات كبيرة. عشان كده الدراسة دي قالت ان هم دول اشخاص الفئة كبار السن اللي احنا مخصصين لها حلقة النهاردة، هم دول اكثر ناس عرضة لحدوث المضاعفات مع وجود تذبذب في السكري. برضو في معلومة مهمة جدا عايزين نقولها لحضراتكم، ان ممكن احيانا يكون في زي ما احنا بننصح حضراتكم في كل الحلقات لازم يكون في تنظيم للاكل، لازم يكون في تقليل من السكريات والنشويات، ولكن في السن الكبير بيبقى عندهم نوع من الانواع الرفض للقواعد او الرفض للاوامر. لا ما تقوليش اكل ايه وما اكلش ايه، ده برضو عشان ما بيبقاش في تاثير على نفسيته بصوره سلبيه. خليه ياكل من كل حاجه بصوره محدده، ما تحرموش، لان الحرمان ممكن ينعكس ليه عليه بصوره سلبيه، ممكن يخشوا في اكتئاب. يعني انا اذكر ان في بعض الكشف وكشوفات مره قابلتها ان كان في سيده كبيره كانت زعلانه جدا من بنتها لانها بتقولي بتشيل من قدامي طبق الفاكهه وتقولي لا انت ممنوعه. لا مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها تنظيم، لان السن الكبير هرجع واقول تاني بيرجع طفل مش عايز يتحرم، عايز يدوق كل حاجه. ولو انت عملت معاه كده بصوره منظمه بالعكس ده هينعكس على نفسيته بصوره كويسه، هيتقبل نصايح حضرتك، هيتقبل ان هو ياخد العلاج، مش هيستنى لما تخرج. زي في واحده برضو حكيت لي انا بستناهم كلهم يخرجوا ويناموا واصحى المطبخ اقوم واخده طبق العنب واقعد اكل في الصاله براحتي لان الولاد حرمني. لا احنا مش عايزين نحرمهم، مش عايزين نمنعهم، احنا عايزين ننظم لهم الحياه، عايزينهم يعيشوا مبسوطين، عايزينهم يبقى دي زي ما بيقولوا بقى ده ربيع العمر. عايزين نعيش في المرحلة دي وهم مبسوطين بصورة آمنة، مفيش مضاعفات، مفيش مشاكل، احنا واخدين بالنا منهم بس بصورة نقدر نقول معتدلة، مفيش حرمان، مفيش تحكم دقيق. لا لازم السكر الصبح يبقى 70، لازم بعد الأكل ما يعديش 200. لا لازم نسمح لهم بشيء من السماحية، لأن هم استقبالهم للقراءات مختلف تماما عن الأشخاص اللي هم تحت 60. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن أحيانا كمان معلومة مهمة جدا، ممكن يكون شخص كبير سكره مثلا 100 وهو حاسس ان هو مش متزن او حاسس بهبوط، وانت تقول له ازاي انت زي الفل سكرك 100. لا هو الجسم عنده طبعا نتيجه ان هو مع المرحله العمريه الكبيره خلايا المخ بيبقى يحصل فيها نوع من انواع زي شبه ضمور، او بتبقى الخلايا ضعيفه وبالتالي بتبقى محتاجه كميه من الجلوكوز اكبر. عشان كده اهداف السكر لازم تكون اعلى سنه، لان هو فعلا عند قراءه 100 اللي هي طبيعيه بالنسبه لحضرتي وحضرتك ممكن هو يبتدي يشعر بهبوط، يبتدي يشعر بعدم توازن، ويبتدي ممكن كمان لا قدر الله يخش في نوبة من الهبوط، بقى رعشة، ضربات قلب سريعة، عرق ساقع، يبتدي يشعر بعدم توازن، ممكن يحصل إغماء نتيجة طبعا إن مع هبوط الحاد للسكر ما حصلش وصول للدم إلى المخ بصورة جيدة.